بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من برنامجكم الفقهي الإفتائي المباشر يستفتونك على شاشة قناة الرسالة الفضائية. باسمكم واسم زملائي أرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي. أهلا وسهلا بكم الشيخ. حياكم الله. حيا الله مشاهدينا الكرام. تواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة وعبر حسابي على تويتر، فحياكم الله. شيخ، نريد أن نقف مع أمر يعني يستحق أن نقف معه. يعني للأسف ما من حدث يحدث، ما من واقعة تكون، ما من نازلة تمر بنا في وقتنا الراهن في أي مكان على هذه الأرض إلا وتجد يعني للأسف من بعض المسلمين ومن غير المسلمين من يستغل هذا الحدث ليصفي حساباته مع الإسلام وأهل الإسلام، وهذا يكون قبل أن تعلن بعض النتائج. تجد كأنه ينتظر هذا الحدث ليمرر من خلاله وليصفي حساباته. ما تعليقكم يا شيخ؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بالنسبة لأعداء الإسلام سواء من داخله من المنافقين أو مرضى القلوب أو ما يتعلق أيضا بأعدائه من خارجه، الكل يتربص بالإسلام وبالمسلمين الدوائر، وذلك أن هذه النوازل مع كثرتها واختلاف وجوهها وتنوعها واختلاف أيضا القائمين بها، نجد أن هذا التربص ليس بالجديد، بل إن من التمس ونظر في كتب السنة ونظر أيضا في ظواهر القرآن ونظر في كتب السير والآثار ونظر في التاريخ وسبره، وجد أن الأمة تؤتى من داخلها كما تؤتى من خارجها. والعلة والسبب في ذلك أن أمثال هذه الفرص وأمثال هذه النوازل هي مواضع لتصفية الإسلام وإضعافه قدر الوسع والإمكان. والله جل وعلا قد ذكر عن المنافقين أحوالا كثيرة، وهذه الأحوال منها أنهم يتربصون بالمسلمين الدوائر، كذلك أيضا أنهم يضعون أيديهم بأيدي أعداء الإسلام على اختلاف أنواعهم ومذاهبهم ومللهم، وتجد أن منهم لا يحب مجرد الأعداء وإنما هو كرها في المسلمين، وهذا نجد أنه ظاهر في المنافقين، فينظرون إلى الآلام والمصائب وكذلك أيضا المسلمين فيقومون مثلا بالفرح بها عند وجود مصيبة تلحق بالإسلام. لهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. فهؤلاء عند المصائب يقومون بالفرح، وعند وجود الأفراح يقومون بالحزن، هم عكس مشاعر المسلمين. كذلك أيضا ما يتعلق في مسائل وجود نوازل ومصائب تنزل بالأمة، أو كذلك أيضا لا يوجد حدث من أحداث المسلمين التي أو أحداث العالم إلا تجد من ينسب ذلك إلى الإسلام. وتجد أيضا أن مهما يقع من أفعال على اختلاف أنواعها ومراتبها، منها ما هو الخطأ المحض ومنها ما هو الضلالة ومنها ما يتعلق بالاجتهاد الخاطئ على اختلاف أنواعها، أن هناك طوائف سواء كانوا أفرادا أو كانوا أحزابا أو كانوا جماعات أو كانوا كذلك أيضا وسائل إعلامية تقوم بالتربص بالمسلمين وإلحاق كل نازلة به متلقي والسامع أن هؤلاء هم أليق وأحق بالكلام فيه. وجود هذا الأمر وهذا الاتهام من أعداء الإسلام على اختلاف أنواعهم أمر معلوم ومفروغ منه، ولكن أن يكون ذلك من داخل دائرة الإسلام، يعني أنه ممن يحسب على المسلمين يتكلم بألسنتهم وكذلك أيضا بلغتهم ويتزيى بزيهم يتهم المسلمين بأمثال هذا، نقول هذا الأمر موجود حتى بزمن النبوة، وذلك في حال المنافقين الذين يتربصون بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتحدثون في أمور وربما يقلبون موازينها، فتجد أن النبي عليه الصلاة والسلام يحجم لأجل أولئك عن بعض المشروع الذي شرعه الله عز وجل له لبعض المقاصد التي ربما يتربص بها أمثال هؤلاء. لهذا تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أتريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ هذا الأمر النبي عليه الصلاة والسلام إنما ترك بعض المنافقين لما كان في المدينة خشية من المنافقين أنهم يقومون بإشاعة أمر على خلاف حقيقته،
ومعنى ذلك أن هؤلاء يقولون أن هذا قد فعل فعل كذا وكذا، ولو نظروا في الحقيقة ونقلوها إلى الناس لكان ذلك أمرا ظاهرا بينا. والنبي عليه الصلاة والسلام في قوله تريد أن يتحدث الناس الأبعدين، وليس المراد بذلك من كان من المدينة، لأن هؤلاء يشاهدون النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أن ثمة أمر نقل للكلام يتعدى ثم يقوم بعد ذلك ويأتي بصورة مختلفة. من الذي قام بنقل هذا الكلام وإرجاعه إلى المدينة بصورة مختلفة؟ هم أولئك المنافقون الذين يتربصون بالنبي عليه الصلاة والسلام الدوائر وإلحاق التهمة به. القاعدة عند المنافقين هو إثخان وإضعاف أهل الإسلام، فالوجود الحوادث والنوازل هي فرص تستغل ويجب استغلالها هو للنكاية بالإسلام. وتجد أن هذا في مواضع إذا كان المسلمون في موضع قوة وملكوا موضعا للخذلان فإنهم حينئذ من الأمور الواجبة أن يفتوا في عضد المسلمين. ولهذا يقول الله جل وعلا ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. المراد بذلك أن هؤلاء المنافقين لو خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زادوهم إلا الخبال. المراد بذلك هو شذوذ الرأي والفكر عند وجود بعض النوازل أو كذلك أيضا اضطراب الأمر، فإنهم يقومون بخلق فتنة قولية تفت في عضد الإسلام. كذلك أيضا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في وجاه بعض أعدائه كما كان في غزوة أحد فخرج النبي عليه الصلاة والسلام بالجيش، تجد أن بعض المنافقين وتجد أن رأسهم كعبد الله بن أبي رجع بثلث الجيش عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه من الفرص يرى في ذلك أنها فرصة سانحة لإضعاف الإسلام. ثم أيضا أنه في زمن القوة يقومون بالاصطفاف مع المسلمين، وفي زمن ضعف الإسلام واضطرابه وقوة عكس في ذلك. لهذا عبد الله بن أبي ورأس المنافقين كان له موضع يخطب فيه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن إسحاق وغيره، وذلك أنه يقف في منبر النبي عليه الصلاة والسلام فيقول إن الله قد رزقكم بنبي فاسمعوا له وأطيعوه. فلكن لما جاءت أحد كانت فرصة سانحة للانقلاب وإثارة البلبلة والفتنة. ولهذا كذلك أيضا في استغلال حادثة الإفك، وهي حادثة ربما يقع في أجناسها في المدينة من المضطرين والنساء التي ينقطع بها السبيل بالنساء في الطرق والشعاب والأودية في أمور الأسفار والتجارات. فلماذا الإثارة على عائشة عليها رضوان الله تعالى وخلق هذه الجلبة؟ لأنها فرصة سانحة لضرب قائد ورمز المسلمين في ذلك، وكذلك أيضا فت العضد في ذلك قبل أن تتضح البينات وقبل أن يظهر هذا الأمر. فبمجرد وجود قرينة في ذلك قاموا بأمثال هذه الأشياء بإشاعتها وإذاعتها. ولهذا من تأمل حادثة الإفك واغتنام المنافقين لها يجد أن المنافقين حينما يستغلون بعض الحوادث والنوازل نكاية بالإسلام أنهم من جهة حقيقتهم يضطربون من وجوه أخرى. ومعنى ذلك أن المنافقين في السنة جاءت أدلة كثيرة أنهم أكثر الناس فسادا وكذلك تتبعا للنساء في المدينة. وتجد أن الحجاب إنها فرض على النساء بسبب المنافقين، ومع ذلك أنهم أظهروا الحمية والعفاف لما بدا من عائشة تلك النازلة الظاهرة في ذلك من جهة عذرها وانقطاع السبيل بها، ولم تجد موضعا تصل به المدينة إلا مع صفوان بن المعطل. وحينما وجدوها كذلك أظهروا ذلك القول أنها قد وقعت في فاحشة وأنها ما تخلفت إلا لأجل هذا الأمر وغير ذلك. وبقي النبي عليه الصلاة والسلام شهرا كاملا يعالج هذا الأمر، وعائشة عليه رضوان الله تعالى تقول بقيت شهرا كاملا لا يرقى لي دمع. وهذا يدل على شدة اغتنامهم للحوادث والنوازل وطريقة استغلال السنة ربطها بكتب العلماء وأهل الحق والاتباع وغير ذلك. فنقول إن ما يتعلق بأمثال هذه الأشياء هي طرائق المنافقين وأهل الضلال. وكذلك أيضا ينبغي أن يعلم أن كثير من الناس يظن أن العدو لابد أن يكون من خارجنا. نقول إنهم أقوام ممن كان في المدينة وأظهروا الإسلام ويخطبون في المسلمين ويظهرون أيضا الحمية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وغزوا معه بعض الغزوات خرجوا معه رجاء الغنيمة. كانوا هؤلاء هم المتربصون. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العظيم وفيكم سماعون لهم، يعني في صفوف المسلمين ممن يحسن الظن به ممن يأخذ الكلام إلى المنافقين كما قال النبي كما قال غير واحد من المفسرين كمجاهد بن جبر. يوجد أذان تسمع ويوجد أعين تترقب
يعقب لأمثال الحوادث والقالات. لماذا؟ لقلب موازينها وتغيير مفاهيمها وتفسيرها على تفاسير أخرى حتى يتشوه الإسلام، وبهذا يضعف من داخله. المنافقون في المدينة مع صغر حجمها وقوة النبي عليه الصلاة والسلام وضعف اليهود، إلا أنهم يتسللون إلى اليهود ويخبرونهم بأحوال النبي عليه الصلاة والسلام ويتواطؤون في ذلك. وما مسجد الضرار في ذلك إلا أمر ظاهر، ولهذا بنوا ذلك المسجد وتواطؤوا مع ماذا؟ تواطؤوا مع الروم في ذلك، حتى يقوموا بجعل ذلك المسجد موضعا لاجتماعهم، وكذلك أيضا لجمع السلاح فيه لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم والانقضاض عليه. نقول هذه المسالك هي مسالك قديمة. المنافقون في صف الأمة يتربصون بالأمة الدوائر وينظرون في ثغراتها حتى يقوموا بالضغط عليها، أيضا تقوية العدو على المسلمين وكذلك استعدائه عليهم، فإن هذا من طرائقهم القديمة، فإنهم يتربصون بالمسلمين الدوائر ويستغلون كذلك العدو وقوته لضرب المسلمين والإثخان فيهم على اختلاف قوتهم وقدرتهم في ذلك. لهذا نقول هذه الأشياء ليست بدعا من الحدوث والنزول، هي قديمة بقدم النفاق وقوة الإسلام. وكذلك أيضا نجد أن المنافقين يزدادون شرا. إذا كان القرآن قد نزل فيهم وفي أحوالهم، ونزل في القرآن في المنافقين سورتين وأكثر من 40 آية، فكيف في أحوال المنافقين الذين بعد ذلك؟ أعلم الناس بالمنافقين من أصحاب النبي وحذيفة بن اليمان، ولهذا يقول المنافقون اليوم هم شر من المنافقين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني في زمن الصحابة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك أنهم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يسرون وفي زمانهم يعلنون. إذا كان هذا في زمن الصحابة، فكيف في المنافقين في زمن التابعين، في أتباع التابعين، في زمننا اليوم؟ لا شك أنهم أشد عداوة للإسلام وأشد مكرا وخبثا مع تنوع الآلات واختلاف الوسائل. فإن هذه المسالك هي مسالك ظاهرة من جهة الطريق، ولكن تختلف في الآلية وفي الأسلوب وفي اللغة وفي المنهجية، ولكن الطريق في ذلك واحد، والله أعلم. أحسن الله إليكم يا شيخ وجزاكم خيرا على هذا التوضيح المبارك. استأذنك باستقبال اتصالات الأخت مسام من العراق. تفضل يا مسام. السلام عليكم، كيف حالك يا شيخ عبد العزيز؟ الله يحييك، أهلا وسهلا. تفضلي. نحييك ونحيي شيخنا الكريم ونسأله وأن يجمعنا معكم في الجنة. آمين آمين. تفضلي يا مسام. عندي 4 أسئلة من فضلك. السؤال الأول: إذا الأم نصحت ولدها على الصلاة وهو في 15 من عمره وهو يصلي ويصوم في رمضان فقط منذ سنتين، وإذا خرج رمضان ترك الصيام والصلاة، فهل علي إثم إذا أتركه ولم أنصحه الآن؟ يؤخر ويسوف ويتكاسل؟ لا بيصلي ويصوم بس برمضان وعمره 15 سنة. طيب، والسؤال الثاني؟ السؤال الثاني: ظروفه لا تسمح له أن يتزوج زواج شرعي في المحكمة، واتفق مع أنه على أن يكون زوجها أمام الله وهو صادق في كلامه. وهي أيضا، فهل زواجه حلال بدون عقد؟ ولكن دفع لها المهر وجهد 2 على زواجه منها، وهي مسيحية، فهل زواجهم حلال؟ طيب، والسؤال الثالث؟ السؤال الثالث: ابنتي تصوم في رمضان وكل اثنين وخميس، ولكنها عندما تصوم يعني تصلي الفجر ثم تنام وتستيقظ عند صلاة الظهر وبعدها تنام، فهل الصائم ينقص أجره من النوم؟ طيب، والسؤال الأخير؟ السؤال الأخير: يرجوكم يا شيخنا أن تدعوا للعراق وأن يخرج من هذه المحنة. دائما نسمعكم تدعون لسوريا وفلسطين واليمن وليبيا ومصر، ولكن لا تدعون للعراق إلا بالصدفة، وهذا الشيء يألمنا كثيرا لأننا نحبكم ونحترمكم، وأن جميع شعب العراق مظلوم وبحاجة لدعائكم، وهذا ولكم جزيل الشكر. شكرا لك يا مسام، شكرا. الأخ مصطفى من الجزائر، تفضل. أخي مصطفى. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. تفضل مصطفى. حياكم الله. حياك الله شيخنا. حياك الله مصطفى، تفضل. نعم، بالنسبة للكتب المذكورة، شرح المحرر والأحاديث المعلق بالعبادات وتفسير آيات الأحكام والعذر بشأن متى ترى النور؟ متى دخل في العمل؟ طيب. السؤال الثاني: هل يستطيع طالب العلم الكتابة على تعليقات على بعض الكتب الموقوفة في الكشف؟ الكتابة على نفس الكتب. طيب، واضح. شكرا لك يا مصطفى. الأخ عبد العزيز من السعودية، تفضل.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله، حياك الله عبد العزيز. ممكن سؤال للشيخ؟ نعم يسمعك الشيخ، تفضل. طيب أنا إنسان مديون، وهل في دعاء محدد يعني يذكر الشخص يستعين به على قضاء دينه، ونصيحة وأبغى الشيخ يدعي لي تذكره. طيب شكرا لك عبد العزيز. شكرا. أيضا معنا اتصال من الجزائر. أمينة تفضلي. السلام عليكم أخي. السلام ورحمة الله، تفضلي يا أختي أمينة. يا أخي أرجو توجيه الشيخ، عندي مشكلة. أحس دائما أني في شيء يتكلم بداخلي يقول لي أنك غير مخلصة لله، منافقة وكافرة والعياذ بالله. ومرات تأتيني حالات أحس فيها روحي تائهة، ما أعرف يعني أنا صح مسلمة ولا ما، إني يعني أقوم الليل وأصلي وأتقرب إلى الله، ما يعني وينتابني خوف شديد على ديني يعني. طيب تسمعين إن شاء الله توجيه الشيخ أختي أمينة بإذن الله. شكرا لك أمينة. شكرا. طيب إذن الشيخ، الأخت مسام من العراق تقول ابنها بلغ 15، تقول هو يصلي وفقط في شهر رمضان ويصوم رمضان أيضا، تقول لكنه في غير رمضان لا يحافظ على الصلاة. هي حاولت معه لكن دون جدوى، بماذا تنصحها وتنصحه؟ بالنسبة لترك الصلاة نقول أن ترك الصلاة هو أمر عظيم جدا. نعم. وقد جاءت الأحاديث الوعيدية فيه وتواترت واستفاضت في ظاهر كلام الله عز وجل، وكذلك أيضا في ظاهر كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. ويقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. المراد بهذه الآية على كلام جماعة المفسرين، المراد بذلك هو تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها. هذا الوعيد كان في تأخيرها عن وقتها، فكيف إذا كان الإنسان تاركا لها في الكلية؟ جاء النبي عليه الصلاة والسلام جملة من الأحاديث، منها في حديث جابر بن عبد الله في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة. وجاء أيضا في المسند والسنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، كما جاء في حديث بريدة. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام أيضا قوله: من حافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بها كن له نورا ونجاة وبرهانا يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا نجاة ولا برهانا يوم القيامة، وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام جملة أيضا من الأحاديث الوعيدية في تارك الصلاة، بل جاء الوعيد في المتخلف عن الجماعة، فكيف ذلك في من ترك الصلاة أو الصلاة بالكلية؟ جاء في تفسير قول الله جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، حديث ابن سعد بن أبي وقاص أنه سأل أباه عن قول الله جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال: هو ترك الصلاة؟ قال: لا، هو تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها. أما إذا كان تركا كان كفرا، يعني أن الأمر والوعيد في ذلك أمر عظيم جدا، والوعيد جاء في تأخيرها، فكيف بالتارك لها الكلية؟ نقول إن ترك الصلاة في ظواهر الأدلة أن تاركها كافر، وقد جاءت حكاية الإجماع في ذلك أن تارك الصلاة كافر، على خلاف عندهم في الكفر الأكبر أو الأصغر. ولهذا جاء في السنن فأن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانوا يرون شيئا من الأعمال تركوا كفر إلا الصلاة، كما جاء عند الترمذي وكذلك محمد بن نصر وغيرهم. وجاء أيضا عن جماعة من التابعين فيما رواه حماد بن زيد أن أيوب وهو من أجلة التابعين أنه قال: ترك الصلاة كفر لا نختلف فيه. هذا الأمر وهذا التشديد الذي كان عند السلف من الصحابة والتابعين يدل على خطورة هذا الأمر، وأن الإنسان لا يدع عملا من الأعمال الواجبة بعد توحيد الله سبحانه وتعالى يوازي إثما وجرما وخطرا في الإسلام ما يوازي ترك الصلاة. لهذا الواجب على من كان لديه ابن تاركا للصلاة أو كذلك أيضا من زوجة أو كذلك جار قريب أو نحو ذلك أن يحذره بهذه الآيات الوعيدية وهذه الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام وما جاء في ذلك عن السلف عليهم رحمة الله من الصحابة والتابعين. كذلك أيضا بالنسبة للتعامل معه نقول الإنسان يبذل نصحه وشفقته على من ولاه الله جل وعلا أمره، كما جاء في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها ل10، كما جاء في حديث ابن العاص وغيره. وكذلك أيضا نقول إن ما يتعلق بهذا التشديد حينما أمر الشارع الولي أن يأمر ابنه بأداء هذه الصلاة،
دل على أن التكليف يبدأ من السابعة بالنسبة للولي لا بالنسبة للصبي. فالصبي يبدأ التكليف من 15، ومع كونه لا يبدأ التكليف إلا من هذا السن فإنه يؤمر ويضرب على ذلك في 10، ويؤمر قبل ذلك في 7. هذا يدل على عظمة الصلاة. فلا يوجد شيء في الشريعة جاء التبكير بمثل هذه الصورة على الولي أن يأمر الصبي بمثل ما جاء في الصلاة، وهذا يدل على أهميتها. بل ما جاء في الشريعة الأمر بضرب أحد على ترك الصلاة على ترك عبادة كما جاء في الصلاة، بل لم يوجد شيء في مثل هذا الأمر. فنقول أن هذا يدل على تأكيد هذا الأمر، وأيضا وجوب على الولي. الذي أرى أن ثمة تقصير في ولاية الصبي الذي يقصر في الصلاة فهو في سن البلوغ، التقصير من وليه. يبدو أنه قصر في أمره في الصلاة وهو في سن التمييز، وهذا الذي يعاني به كثير من الناس، أنه يجد ابنه لا يستأمر للصلاة إذا بلغ. السبب في ذلك أنك قصرت، ما قمت بالتدرج الشرعي معه. فإذا تصلب واشتد عوده وأسرف في ذلك في البعد عن الصلاة تقول إنه تمرد علي ولا طاقة لي به. الخلل ابتدأ من عندك لا من عنده، ولكن انتهى من عنده وعندك. ولهذا نقول إن ما يتعلق في الأمر يجب عليك أن تأمره في سن 7. فإذا نظرنا أن اليوم الواحد فيه 5 صلوات، مجرد أن تأمره بالصلاة ولو لم يصلي أنت أسقطت التكليف، فيجب عليك أن تأمره ب5 صلوات. فإذا هذه 3 سنوات إلى سن 10، ثم ما من 10 إلى 15 نجد أنها 5 سنوات، 8 سنوات يستمر في ذلك الأمر، فيه أمر في 3 وضرب في 5، فإن هذا إشارة إلى أن مثل هذا الأمر لا بد أن يمتثل الصبي، لا بد أن يمتثل. فإذا انضبط الولي بامتثال الأمر الذي جاء فيه فإن الصبي في ذلك سيأتي بالانضباط بالاتيان بالعبادة. ولكن يقصر الولي ثم يشتكي بعد ذلك من تقصير ابنه. هذا ما يتعلق بمسألة التقصير الذي يكون في الآباء. ما يتعلق إذا وجد الإنسان مثلا ابنا له قد بلغ ما بلغ ولكنه قصر في جانب الصلاة، نقول عليه بالنصح، بيان النصح والشفقة له، لأن من الأبناء من لا يطيق الضرب، بل إذا كان ضربه في ذلك ربما يفسده أشد، وذلك أنه يخرجه من المنزل أو يبتعد مثلا عن البيت إلى صحبة سيئة، فيزيد مع ترك الصلاة جملة أيضا من الضلالات، وكذلك أيضا الانحراف. يسقط التكليف على الإنسان هو بالأمر بالترهيب، يبتعد الإنسان عن الأمور التي ربما تزيد في مثل هذا الأمر. بالنسبة للعبادة التي يؤديها كحال الصيام، نقول الله عز وجل لا يتقبل من عبد عبادة حتى يصلي، وهذا هو ظاهر القرآن. ولهذا الله عز وجل يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. فذكر الله عز وجل بعد التوبة لا بد أن يثبت مصداق ذلك بالعمل، ومصداق ذلك بالعمل الظاهر أوله ما يتعلق بجانب الصلاة، فهي أظهر الثوابت العملية التي تظهر من جهة امتثال أمر الله سبحانه وتعالى. إذا لم يمتثل الصبي بعد ذلك نقول لا حرج على الإنسان من جهة تكليفه. ولهذا الله عز وجل ما لام أنبياءه حينما لم يؤمن أولادهم في ذلك، كما في قصة نوح، كذلك أيضا ما لام الأنبياء الذين لم تؤمن أزواجهم كحال نوح ولوط. وكذلك أيضا نجد أن من أنبياء الله عز وجل من كان حريصا على هداية أقرب الناس إليه كحال النبي عليه الصلاة والسلام في عمه أبي طالب. فنقول ما يتعلق بهذه الأشياء إذا أدى الإنسان التكليف عليه فإنه حينئذ معذور، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله أعلم. اللهم آمين. أحسن الله إليكم يا شيخ وجزاكم خيرا. عن اتصال الأخ نزار. أخي نزار. طيب يبدو فقد الاتصال الأخ نزار، أعتذر له. إذن شيخ السؤال الثاني تقول رجل في أمريكا ظروفه لا تسمح له بالزواج، هي قالت هكذا الشرعي، تقول هو اتفق مع امرأة أن يتزوجها وشهد 2 على ذلك وهي غير مسلمة، تسأل عن هذا الزواج هل هو زواج صحيح؟ وينبغي أن تقول أنه ليس الزواج الشرعي، لكن تقول الزواج الرسمي. نعم رسمي، لأن ثمة فرق بين التعبير الشرعي، لأن إذا قلت شرعي لا يوجد ما يخالف الشرعي إلا الزواج أو النكاح المحرم. أما بالنسبة للزواج الرسمي، الزواج الرسمي هو الزواج الموثق
الذي يوثق، فهذا له إجراءات رسمية، وكذلك أيضا من جهة التوظيف والضمانات الحقوقية وغير ذلك. ما يتعلق بالشريعة، الشريعة قد وضعت شروطا للنكاح، والشروط التي تكون في النكاح والإجاب والقبول ولوجود الولي والشاهدين، وكذلك أيضا المهر وإعلان النكاح على الصحيح. فنقول ما يتعلق بهذه الشروط إذا توفرت هذه الشروط فإنه حينئذ نقول إن الزواج شرعي، سواء دون في الجهات الرسمية أو لا يدون. هذا التوثيق هو توثيق مدني حادث جاء في الأزمنة بعد تنظيم الدول وكذلك ضبطها. كان في السابق يتزوجون زواجا بإثبات الشهود والولي، وكذلك أيضا بالمهر وإعلان النكاح وغير ذلك. هذه تثبت للإنسان الحقوق، تثبت له ما بعد ذلك ما يتعلق بالأمور الرسمية وغير ذلك مع طول الأمد. إذا تزوج توافرت هذه الشروط فزواجه شرعي. أما بانتفاء الرسمية لا يثبت حلا ولا ينفي حرمة، فنقول إن ما يتعلق في مثل هذا إن هذا هو زواج شرعي إذا كانت على الوصف الذي ذكرته بتوفر هذه الشروط. التدوين الرسمي يحمل الإنسان في ذلك عند وجود نزاعات وخصومات، عند مثلا وجود مثلا انتفاء أو غياب الشهود في ذلك، عند وجود مثلا مشكلة بين الزوجين في مهر أو في طلاق أو في عدة وغير ذلك، فإن هذه من الأمور الضابطة في ذلك. كذلك أيضا في مسائل المواريث، ربما يموت أحد الزوجين ويكون هناك دعوة في الميراث فينفي طرف ويثبت طرف، وربما يكون في ذلك داخلة للنفوس. فمثل هذه الأشياء هي ضوابط لحفظ الحقوق، ولكن من جهة التأصيل الشرعي يثبت بتلك الشروط التي تقدم الإشارة إليها. أحسن الله إليكم الشيخ. سؤالها الثالث، تقول ابنتها تصوم رمضان يعني، وتقول بأنها تصوم الاثنين والخميس، لكنها بعد صلاة الفجر تنام إلى الظهر ثم تستيقظ وتصلي الظهر ثم تعود فتنام. تقول هل ينقص أجرها؟ بالنسبة لنوم الصائم نقول إذا كان الصائم يؤدي الصلوات التي أوجب الله عز وجل عليه في وقتها فإن صومه صحيح ولو كان نائما، وذلك أنه يتضمن صيامه استيقاظا، والاستيقاظ في ذلك يتخلل فيه الإمساك والنية. وأما بالنسبة لنومه في غير وقت الصلاة فإن ذلك لا يضره لا من جهة التام ولا كذلك أيضا من جهة صحة الصيام، إلا أنه الأنسب والأليق للإنسان في أبواب الصيام أن يشغل نهاره بشيء من العبادة، وكذلك أيضا خاصة في رمضان أن يشغل ليله بالقيام، وأن يكون له نصيب من النوم سواء كان في الليل أو كان ذلك في النهار. لكن نوم النهار تاما ليس من السنة، ليس من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي كان يدخل معتكفه بعد الفجر، يعني أنه ينام بعده، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام نومه في العشر خاصة يكون ذلك بعد الفجر، يعني بعد صلاة الفجر. فإذا صلى الفجر فإن النبي عليه الصلاة والسلام يدخل في ذلك في خيمته ثم ينام، يعني ينام في النهار. ولكن لم يكن نوما كحال نوم بعض الناس أنه ينام ثم يستيقظ لأداء الصلاة ثم يرجع ينام، ثم يستيقظ للصلاة ثم يرجع ينام، ثم يقوم للفطر. هذا في نوع لإضاعة عبادة الإمساك والتعبد فيها. فنقول إذا نام نصيبا معينا فإنه لا حرج عليه. وكذلك أيضا بالنسبة للإنسان الذي يقوم الصلوات فأمره هين، أما الذي ينام للنهار كله مع صلواته فهذا هو الذي على خطر عظيم، ترك الأعظم والأجل وهو الصلاة وحرص على ما دونه وهو الصيام، وكلها ركن من أركان الإسلام. الله أعلم. أحسن الله إليكم شيخ. سؤالها الأخير هو ليس سؤالا، وإنما يعني أنا أقول للأخت مسام، هي تقول بأن علماءنا لم ينصفوا العراق وأهل العراق وأهل السنة في العراق، ولم يتحدثوا عنهم أسوة ببلدان العالم الإسلامي ولم يدعوا لهم، ولكن أين وكلنا جميعا وقلوبنا مع إخواننا من أهل السنة في العراق بالدعاء لهم بالنصر والتمكين والتأييد. تعليقكم يا شيخ؟ هي صدقت في هذا القول، ويؤسفنا في ذلك صدقها في هذا أن ثمة تغافل عظيم جدا لأمر المسلمين في العراق، وما ورد عليهم من بغي طيلة العقدين الماضيين، وخاصة العقد الأخير ما طرأ عليهم من ظلم وبغي وعدوان
واستباحة لدمائهم وأعراضهم ودينهم وتهجير لبلدانهم وممتلكاتهم. فهذا أمر مشاهد أمام صمت من العالم. والجريرة العظيمة والسبب والشر المستطير الذي جرى على العراق في ذلك هو الاحتلال الغربي لهذه الدولة المسلمة. فذلك جرم عظيم تبعته موجودة يعترف ويقر بها الغرب اليوم، وإن صمت عنها المسلمون للأسف. نقول إن المسلمين في العراق بحاجة إلى وقفة جادة من المسلمين على اختلاف أحوالهم وأنواعهم وقدراتهم بنصرتهم، وكذلك أيضا بإعانتهم، وعلى الأقل بالدعاء لهم والجهر بمظلمتهم وبيان حقهم في النصرة، وكذلك أيضا سماع شكواهم، فإن هذا من أقل القليل الذي يجب على الإنسان أن يبذله. حاجتهم في ذلك إلى وقوف دولي، وقوف دول، وقوف أصحاب إعانات يقفون معهم قدر وسعهم وإمكانهم لما هم فيه. فنجد أن الصفويين قد وضعوا مخالبهم في هذه الدولة، والرفض قد تمكن من حرمات المسلمين جميعا فيها، ومع ذلك تجد أن التعاطف في ذلك لا يوازي حجم الكارثة. ربما لوجود كوارث متعددة حلت بالمسلمين، كارثة في الشام، كارثة في بورما وغيرها من بلدان المسلمين. تعدد هذه الأمور ربما أضعف التعاطف المركز على جهة معينة، وذلك أن القلوب مشتتة لكثرة هذه الدماء التي تنزف وكثرة الحرمات. لهذا نقول إن لهم حقوق علينا عظيمة بإعانتهم، بنصرتهم، بالدعاء لهم، بتثبيتهم. التقصير نعم موجود، ربما يكون تقصيرا مشتركا منهم ومن غيرهم. منهم أنهم بحاجة إلى اجتماع كلمتهم وتوحيد صفهم على راية نقية صافية. كذلك أيضا أنهم بحاجة إلى أن يظهروا قضيتهم كما أظهر غيرهم قضيته بوضوح وجلاء كما في الشام. فنقول إن التقصير مشترك، وإن كان التقصير الأعظم في ذلك هو من المسلمين عموما في عدم نصرة أهل هذا البلد المقهور المغلوب على أمره على طيلة عقدين كاملين. هم بحاجة إلى نصرة ووقفة. يجب على المسلمين أيضا أن يعتذروا من هذا التغافل وهذا التجاهل لهذه الدماء التي تراق كل يوم وتراق بالمئات في هذين القطرين في العراق وسوريا. بحاجة إلى الاعتراف بهذه المظالم العظيمة والإقرار بحقهم ووجوب نصرتهم قدر الوسع والإمكان. فهذا من الأمور المهمة التي تجب على المسلمين جميعا. أعان الله عز وجل وسائر المسلمين على الوقوف مع إخواننا في العراق وسوريا واليمن وبورما وغيرها من بلدان المسلمين. اللهم آمين. أحسن الله إليكم. الشيخ رخ مصطفى من الجزائر سأل عن شرح المحرر لابن عبد الهادي وغيره يا شيخ من الصوتيات، يقول متى ترى النور هذه؟ نسأل الله أن ستخرج يعني قريبا إن شاء الله. نرجو ذلك إن شاء الله تعالى. نفع ما بكم يا شيخ. السؤال الثاني يقول: هل يستطيع طالب العلم أن يكتب وأن يهمش على الكتب الموقوفة في المساجد؟ وبالنسبة للكتب الموقوفة في المساجد نقول ليس له أن يهمش إلا لإصلاح غلط. نعم. إذا كان لإصلاح غلط وذلك بوجود كلمة محرفة نعم. في حديث أو كلمة مثلا مطموسة يريد أن يبوء أن يكتب لها، وكان أصل الكتاب على تمامه ولا يوجد فيه من الأخطاء، فإنه ليس له أن يقوم بالتهميش عليه، لأن التهميش على الكتب الوقفية يفسدها مع الوقت. وذلك أن المهمشين إذا قيل بالجواز فالمهمش الأول والثاني والثالث والرابع وكل يكتب ما يريد، وهذا يفسد هذه الكتب. ثم أيضا ماذا يجوز له وما هي الضوابط في الكتابة؟ لهذا نقول لا ضابط في ذلك أن الكتابة في الكتب الوقفية تجوز في إصلاحها. إذا وجد الإنسان مثلا بياض كان نقول مثلا بسم الله مثلا الرحيم، ويوجد بياض للرحمن فيكتب الرحمن لوضعها. مثلا إذا وجد مثلا باسم ولا يوجد نقطة يضع النقطة أو غير ذلك من أمثال هذه الإصلاحات في الكتب. فإن هذا من الأمور التي ربما يحبب ويفضل تدوينها. أما ما يتعلق بالتهميش والتعليقات والكتب والكتب عليها بما يجول في خاطر الإنسان أو تقييد الفوائد ونحو ذلك، هذا يذهب مع الوقت انتفاع الناس بها عامة. ربما يقول إنه يقيد فيها فوائد،
لأن ربما تقيد أنت فائدة هي تفسد على بعض الناظرين في هذا الكتاب نظره فيه، لأن تكتب فائدة ويأتي بعدك من يكتب فائدة ثم يذهب لذة النظر لهذا الكتاب، لأن الكتاب النظيف يختلف عن الكتاب الذي يكتب فيه حواشي وتعليقات، ربما يذهب بعض النقاط التي تخفى في جانب القراءة، ولهذا نقول إنه يجوز بالقيد السابق، وأما ما عداه فيترك، والله أعلم. أحسن الله إليكم. الأخ عبد العزيز يقول هو مديون، يقول هل من دعاء يذكره الشخص يساعد على قضاء دينه؟ بالنسبة لقضاء الدين يكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. كذلك أيضا يستعيذ بالله عز وجل من الدين، هذا أيضا مما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث. يستعيذ كذلك أيضا من الفقر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد استعاذ منه في أحاديث كثيرة، فنقول استعاذ من هذه الأشياء الثلاثة، والصلاة على النبي من هذه الأشياءين، وسؤال الله عز وجل أيضا الغنى فإن هذا، والسعة فإن هذه من الأمور المستحبة لحال الإنسان إذا كان معدما أو فقيرا. كذلك أيضا في صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم الإشارة إليه الأخذ بالأسباب العملية التي يكون في ذلك سببا لقضاء دين الإنسان، والأسباب العملية كالصلاة، فإن الصلاة من أسباب الرزق وأمر الإنسان بها أهله. كذلك أيضا ما يتعلق بجانب إعانة الناس، فهذا من البركة التي تعطي الإنسان صوابا وتسديدا في قوله وعمله. وكذلك أيضا يأخذ بالأسباب الشرعية من جهة التكسب في المضاربة بالأسواق والأخذ بالأسباب، فإن الله عز وجل يعين عبده إذا علم منه صدقا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتي عليه الصلاة والسلام الله عنه، يعني ليطمئن إذا أخذ الدين وهو عاجز عن سداده والله يعلم نيته وأنه يريد بذلك قضاء، فليعلم أن الله سيعينه في الدنيا على قضائها، وأن الله لو عجل له المنية قبل قضائها فإن الله عز وجل سيقضيها عنه في الآخرة لصدق ذلك السائل للمال. وكذلك أيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله، يعني أن البركة تذهب بأن بركة المال تذهب بسوء نية الإنسان، فينبغي له أن يصلح النية، فإن الله عز وجل يعينه ويسدده في قضاء دينه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. شيخ عودة اتصالات الأخت أم آية من مصر، تفضل يا أم آية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، تفضل يا أختي. معلش يا شيخ، أنا في يعني ظلم وقع علي، ظلم كبير. نعم. فهمت كيف؟ فأنا لعنت. أنت ماذا؟ أنا لعنت يعني. طيب. جاتني منهم المظلمة، أنا لعنتهم يعني. طيب. فزوجي قال لي: أنت لو مثلا عملتي أي شيء آخر كان يعني عادي الموضوع، لكن أنت مدام لعنتي الموضوع كبير، يعني موضوع اللعن مش هين. نعم. فهو يعني يريد الانفصال يعني مني يعني، ومع انه هو فهم كويس اني انا يعني مش فرق لسان ولا انا مثلا لعانه، يعني 7 سنوات انا ما عمريش لعنت يعني. الحمد لله. هو يعني يقول لي الموضوع هذا كبير. طيب تسمع. طيب هذا السؤال واضح يا أم آية، وتسمعين توجيه الشيخ إن شاء الله. بقي شيء؟ ماشي. عندي سؤالين. أنا من ليبيا أصلا، متزوجة ومقيمة في مصر. نعم. زوجي مصري. نعم. أنا معلمة وتقاضى في راتب. يعني كيف؟ طبعا نحن عندنا في ليبيا يعني في يعني المدراء يعني لنا وضع خاص. نحن الليبيات يعني أي واحدة عندها ظرف كيف يريحوها يعني بعلم مديرها. نعم. فهذا الراتب اللي أنا أتقاضى فيه حلال أم يعني حرام؟ يعني مدير المدرسة هذا إذا كنت تستحقين مثلا راحة أو إجازة يمنحك إياها؟ أو يمنحني. أنا لي 7 سنوات أنا ما بشرتش العمل. 7 سنوات. طيب هو مدير مدرسة هذا الآن هل يملك هذا؟ هل الجهات العليا تعرف هذا والأمر عادي؟ لا الله أعلم، بس نحن يعني في ليبيا بصفة عامة الليبيين، المرأة الليبية يعني نحن ما عندناش في الخدم وما عندناش نحن. طيب لكن يا أم آية النظام العام هناك هل يسمح أن تبقى المرأة في بيتها وهي موظفة وتتقاضى راتب؟ ولا في هيك يعني في يعني على حسب يعني يا أم آية أم هناك مثلا تحضير لك على أنك أنت موجودة، هناك من يوقع عنك، هناك من يقول بأنها موجودة؟ لا الله أعلم يعني، الله أعلم. طيب سيعلق الشيخ على هذا إن شاء الله. لا عندي سؤال ثالث معلش. يلا هو الأخير يا أم آية. سؤال الأخير. أنا عندي بنتي مريضة، فكثير ما أكون متوضية
متوجهة للصلاة وهي تطلب أن تقضي حاجاتها، يعني هي يعني مريضة هي. فهل يعني لو أنا دخلت مثلا هل ينقض وضوئي وأعيد الوضوء مرة أخرى؟ كم عمر بنتك هذه؟ 6 سنوات. طيب واضح. شكرا لك، شكرا يا أم آية. الأخ إبراهيم من الكويت، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله، حياك الله إبراهيم. لي 3 أسئلة إذا تكرمت سيدي. الأول يقول الله تعالى: لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق. نعم. عرفنا عذاب الآخرة هو النار، فما نعم. هو عذاب الدنيا؟ طيب، والسؤال الثاني؟ السؤال الثاني: ما المقصود بالعذاب الأدنى في قول الله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. نعم. والسؤال الأخير؟ السؤال الأخير يقول تعالى في سورة السجدة: في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. نعم. وفي سورة المعارج: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. نعم. فكيف نوفق بين القولين؟ طيب، شكرا لك أخي إبراهيم، شكرا. طيب، إذن شيخ، الأخت بل قبل الأخت آية، الأخت أمينة تريد منكم توجيها يا شيخ. تقول بأنها تشعر أحيانا بما تشعر به، أن هناك شيء يتكلم بداخلها، وبأنها منافقة وغير مخلصة في عملها، وتشعر بأنها أيضا تائهة. ما توجيهك لها يا شيخ؟ وبالنسبة لكلامها نقول أنها ما اشتكت من مثل هذا الشيء إلا ربما أنها تغلب بالوسواس، وغلبة الوسواس في ذلك أنه يطرأ على بعض الصادقين وبعض الصالحين والمؤمنين بالدخول عليهم من جهة صلاحهم وتقواهم، وذلك أن الشيطان له خطوات وأبواب يطرقها في الدخول على النفوس. منهم من يدخل عليه من جهة تسويد المحرمات له، يسوي له المحرم، منهم من يسوي له المكروه، منهم من يسوي له الإغراق بالمباح حتى يشغله عن الطاعة، ومنهم من يسوي له ترك المستحبات، ومنهم من يسوي له ترك الواجبات، ومنهم من يسوي له في أبواب الطاعات إذا وجد له عبادة مثلا يكثر منها وهي فاضلة، سول له بعبادة مفضولة. دع الفاضل وافعل في المفضول، ولكن يسول له بمبررات وأدلة ومسوغات، يريد من ذلك أن يبدأ بإنقاصه وجذبه من علو إلى دنو. وهذا من وسائل الشيطان في إغواء بني آدم وإضلالهم، فإنه يبدأ من مراتبهم التي هو في. لهذا الشيطان لا يبدأ بإغواء الناس باعتبار شره، لأنه بلغ أقصى الشر، ولكن يبدأ بإغواء الناس بحسب مراتبهم. فلا يأتي لصالح قائم لليل ونحو ذلك يقول له ألحد واكفر، ولكن يقول لهم بالتسويل، لأنه ينظر إلى أعلى عبادة قد بلغ فيها ثم يبدأ بضعفه تدرجا. يبدو أن هذه السائلة هي امرأة صالحة ويرد فيها عليها من العبادات والأعمال الخيرة مما وجد الإنسان فيها من الورع، وكذلك أيضا الديانة ما يدخل عليها من هذا المدخل، فينبغي لها أن تحذر من ذلك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قد أرشد الصحابة الذين يجدون ذلك، وقد جاء بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا له: إنا نجد في نفوسنا من الشيء ما لا نستطيع أن نتحدث به. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي رد كيد الشيطان في هذا. يعني أن الشيطان كيده يرد إلى الوسوسة، ويدل على أنه عجز عنك أن تعمل، فالتفت إلى جانب الوسواس. وهذه المرتبة هي مرتبة الصالحين. إذا لم يجد طاقة في جذبهم إلى العمل والتطبيق في الشر، فإنه يقوم بالوسوسة في أمور الخير والخطرات وغير ذلك، وهو المدخل الذي ربما دخل عليها. ما هو السنة لها؟ السنة لها في ذلك أن تستعيذ بالله عز وجل من شره إذا وجدت هذه الخطرات، تستعيد. كذلك أيضا أن تصرف ذهنها عن الاسترسال، لأن الاسترسال هو سلوك طريق كما يسلك السائر في قدمه. فإذا استرسلت في ذهنك في عتبات التفكير مع الشيطان سيدخلك في دهاليز لا تخطر في بال الإنسان من الإغواء والضلال، فينبغي له أن يبتعد ويصرف الإنسان، وصرف الإنسان بحسب حاله. إذا بدأ بالتفكير وصعب عليه مثل البعد عنها، ينشغل بقراءة كتاب، بقراءة قرآن، مثلا بالتحدث مع شخص، بالقيام إلى عمل ونحو ذلك، حتى تبتعد تلك الخطرات التي ترد على الإنسان. كذلك أيضا الالتجاء بالدعاء والتضرع إلى الله عز وجل أن يكفيه شر الشيطان. كذلك أيضا الصلاة على سبيل الخصوص، فإنها من أعظم اللجوء العملي لله سبحانه وتعالى، الإكثار من السجود والدعاء فيه، فإن هذا من أبواب الخير والتحصين للإنسان، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخ. الأخت آية من مصر تقول بأنه وقع عليها ظلم ولعنت من ظلمها. تقول بأن زوجها قال لو كان
لو فعلت أمرا غير اللعن لكان أيسر وأهون، لكن اللعن كبير. هذا كلام زوجة تقول هو الآن يريد الانفصال مني بسبب اللعن، وأنا لست لعانة. نعم، هو بالنسبة لي اللعن أمره عظيم جدا، وقد عظم في الشريعة، وقد جاء في ذلك أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها ما جاء في الصحيحين من حديث ثابت بن الضحاك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن المؤمن كقتله. يعني المراد بذلك بالإثم، يعني أن الإنسان إذا لعن مؤمنا فإن لعنه في ذلك في مقام قتله، كما فسره غير واحد من العلماء. وكذلك جاء النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، يعني أنهم حتى في باب الشفاعة وباب الشهادة تسلب منهم هذا الأمر وهذه المنقبة التي تكون للصالحين وللمؤمنين. وهذا الأمر يدل على هذه خطورة هذا الأمر. كذلك أيضا جاء النبي عليه الصلاة والسلام قوله: لا تلعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار. كذلك أيضا فإن من الأمور المهمة أن الإنسان يدرك أن مثل هذا العبارة في اللعن أن المعنى بذلك هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. فينبغي الإنسان أن يعلم أن الله عز وجل له رحمة اختصها لنفسه ولها أسباب، فليس للإنسان أن يوقع هذه الأسباب على الناس فيقول: لعن الله فلانا، يعني أبعده من رحمة الله لأجل زلة قد وقع فيها في حقك أو ربما تقصير أو نحو ذلك. هذا من السرف الذي لا يكون أو لا يليق بمؤمن. فما هو المقام في حالها؟ طبعا هي ذكرت أنها وقعت في لعن، وما ذكرت المظلمة. المظلمة من المظالم ما هو شيء عظيم جدا في انتهاك الأعراض، مثلا المظالم العظيمة في الاستبداد وسفك الدماء، هل قتل لها قتيل، هل قتل، وغير ذلك من الأشياء التي ربما بعض السلف يسوق في مثل هذه الأشياء. وهل هي من العبارات التي أطلقها مثلا لمظالم يسيرة مادية، أو ربما أيضا فيما يتعلق في حقوق أو كلام فيها في مجلس أو مشاعر نفسية. لا يجوز للإنسان أن يستهين بإطلاق لسانه بأمثال هذه الأشياء. وقد خص الله جل وعلا المؤمنات بمثل هذا، كما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: إني رأيتكن أكثر أهل النار. فسألناه عن سبب ذلك فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. فالمراد بذلك باللعنة أن اللعن يجري على لسانها. فالمرأة ربما تكون أجسر وإن اشتركت مع الرجل في مثل هذا، لكن ربما تكون أجسر إلى مثل هذا. لكن أنا أقول أنها إن تابت وأنابت وتقول أنها زلة لم ترد على لسانها لهذه السنوات الطويلة، فإذا كانت كما تقول أنها لم يجري على لسانها ل7 سنوات، فأنا أوصي زوجها بعدم الانفصال لهذه العلة، ما دام أن أظهرت الندم وأظهرت التوبة في مثل هذه العبارة. وكذلك أيضا عليها أن يستعتبها، وعليها أن تستعتب في نفسها في عدم العودة إلى مثل هذا. وأسأل الله عز وجل لها ولزوجها التوفيق والإعانة. اللهم آمين. أسأل الله إليكم الشيخ هذا التوجيه. 8 دقائق تقريبا. سؤالها الثاني تقول: هي من ليبيا وتقيم في مصر مع زوجها، هي معلمة يا شيخ، وتتقاضى راتب لها 7 سنوات لم تداوم. أنا سألتها هل النظام يسمح، ما أجابت هي إجابة واضحة. هذا الأجر الذي تأخذه الآن دون مقابل دون عمل يا شيخ. أنا لا أدري الحقيقة هي في العمل ما هي الجهة مثلا، لأن عدم العمل والخلل فيه من جهتين: الجهة الأولى من العامل، والجهة الثانية من صاحب العمل. إذا كان من صاحب العمل كان يقول مثلا: يا فلان لا تعمل، هو أسقط حقه عندك. كان يكون مثلا في الجهة مثلا 20 معلما وهو يحتاج إلى 10، والكوادر تحت ملاكه، وذلك عن بقائها ربما يحتاج إليها في وقت من الأوقات، أو نحن امتن عليهم مثلا بإعطاء ذلك المال. حينئذ نقول لا بأس بذلك، لا بأس بهذا، لأنه كان من صاحب العمل. أما إذا كان هو من العامل في نفسه وصاحب العمل لا يعلم، وذلك أنه بعض الجهات ربما يكون هناك عقد بين العامل وبين هذه الجهة، فيقوم مثلا شخص بتحايل على ترك العمل، يعني يقوم مثلا بعلاقة شخصية مع من يعمل في هذه الجهة بتصوير أنه يعمل وهو لا يعمل ويتقاضى راتب على ذلك. نقول هذا لا يجوز، وهذا الأمر يرجع فيه بحسب الحال وينظر فيه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سؤالها الثالث: لها ابنة مريضة يا شيخ تبلغ 6 من عمرها، تقول: أحيانا أكون قد تهيأت للصلاة فتريد قضاء حاجتها التي هي ابنتها، تقول: هل ينقض الوضوء فيما لو مست؟ هو بالنسبة لمس النجاسة، مس النجاسة لا ينقض الوضوء، ولكنه يجعل النجاسة على بدن الإنسان مما لا يجوز له أن يصلي وعليه نجاسة، سواء كان في بدنه أو كان على ثوبه. فالطهارة في ذلك يجب أن تكون في 4 مواضع. والموضع الذي يصلي فيه الإنسان في لباسه في بدنه، كذلك أيضا رفع الحدث
الذي ينتقض بانتقاض وضوء الإنسان، فيرفع الحدث الذي يكون عليه ويرى يزيل النجاسة التي تكون على ثوبه، يزيل النجاسة التي تكون على بدنه، يزيل النجاسة التي تكون على البقعة التي يصلي عليها. ربما الإنسان يكون على طهارة ويمس النجاسة، وهذه النجاسات تختلف، فإذا مثلا قامت مثلا بتنظيف ولدها بعد وضوئها ثم قامت بإزالة النجاسة التي كانت منه لها، فنقول حينئذ لا حرج عليها ولا ينتقض وضوءها صحيح، لأن مس النجاسة ليس من نواقض الوضوء. أحسن الله عليكم. الأخ إبراهيم الكويتي يقول في قوله تعالى لهم عذاب في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة أشق، يقول عذاب الآخرة نعرفه ما عذاب الدنيا. وبالنسبة لعذاب الدنيا وكذلك أيضا العذاب الأدنى في سؤال في الآية الأخرى، وجاء عن جماعة من المفسرين المراد بذلك والعذاب الأدنى هو عذاب القبر وهي الحياة البرزخية، وبهذا يستدل بهذا جماعة من السلف وكذلك أيضا جماعة ممن يتكلم في هذه المسألة في مسائل الاعتقاد أن المراد بعذاب الدنيا وكذلك أيضا في أن العذاب الأدنى المراد بذلك هو عذاب القبر. وأما بالنسبة للعذاب الذي يسبق عذاب الآخرة ما يتعلق في كونه في الدنيا، منهم من قال أن المراد بذلك هو ما يلحق بما ينزله الله عز وجل على بعض الأمم من عقاب شديد وكذلك أيضا أليم عليهم، إما أن يكون في خاصة أنفسهم من هم ومصائب تلحقه في نفسه معنى، ومنها أيضا ما يلحق ما يقدر الله عز وجل على بعض العصاة والظلمة وكذلك أيضا الكفرة من عقوبة عاجلة، وذلك من مثلا من فقد ولد أو فقد مال أو كذلك أيضا تشريد في الأرض أو غير ذلك، كما ألحق الله عز وجل ذلك في الأمم الكافرة الذين عصوا أنبياء الله كقوم نوح وهود وصالح وكذلك أيضا قوم نبينا عليه الصلاة والسلام من كفار قريش وغيرهم، فإن الله عز وجل شردهم ومزقهم كل ممزق، فهذا من جنس العذاب العاجل على هؤلاء. ولكن نقول إن ما يتعلق في أمر العذاب الأدنى نقول حمله جماعة من المفسرين على أن المراد بذلك هو عذاب القبر، وجاء ذلك عن بعض أصحاب عبد الله بن عباس، فهذا هو الأظهر والله أعلم. أحسن عليكم. سؤاله الأخير يقول في سورة السجدة في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، وفي المعارج في يوم كان مقداره 50,000 سنة، كيف نوفق يا شيخ؟ يحتاج إلى تأمل. أحسن عليكم. هنا سؤال يا شيخ حول الصلاة في مكة، هل الصلاة مضاعفة في مكة كلها يا شيخ في المسجد الحرام فقط؟ بالنسبة للصلاة في مكة نقول ثمة محل اتفاق وثمة محل اختلاف. بالنسبة لمحل الاتفاق يتفق العلماء على أن الصلاة إذا كانت عند الكعبة فهي مضاعفة وهذا لا خلاف فيه، وكذلك أيضا يتفقون على أن الصلاة في حدود الحرم أنها أفضل من الصلاة خارج الحرم، وهذا محل اتفاق عند العلماء لا يختلفون فيه. أفضل التفضيل في ذلك لا يعني من ذلك التضعيف، وإنما يختلفون في التضعيف. جمهور العلماء يرون أن العبادة أن الصلاة في داخل الحرم ولو لم تكن في المسجد الحرام وإنما في حدود الحرم أنها مضاعفة كحال الصلاة عند الكعبة، وهذا الذي ذهب إليه جمهور العلماء من ظاهر قولي المالكية والشافعية والحنفية، وذهب جماعة من الفقهاء من الحنابلة وظاهر أقوال أصحاب الإمام أحمد أن الصلاة في ذلك في التضعيف أنها تكون عند الكعبة. وأما بالنسبة لما كان في داخل حدود الحرم أنها في ذلك لها أجر التعظيم لا أجر التضعيف، وهذا الذي ذهب إليه بعض العلماء كابن مفلح عليه رحمة الله. والأظهر عندي والله أعلم أن الصلاة في ذلك مضاعفة في جميع الحرم في جميع حدوده، وذلك لجملة منها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص على الصلاة في الحرم ولو كان في خارج البيت، وقد جاء ذلك عند الإمام أحمد في كتابه المسند من حديث ابن إسحاق عن عروة عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم في قصة النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في الحرم وكان مضطربا في الحل، يعني مقيما في الحل، فخيمته في الحل ثم يذهب إلى الحرم ويصلي، وإسناد ذلك صحيح. كذلك أيضا جاء عن بعض الصحابة عليهم رضوان الله كعن عبد الله بن عمر فإنه كان يضع قبتين، قبة في الحل وقبة في الحرم، فإذا جاء وقت الصلاة ذهب إلى قبة الحرم فيصلي فيها، وإذا أراد أهله ذهب إلى قبته الأخرى. وهذا رواه عن عبد الله بن عمرو بن العاص جماعة من أصحابه كعطاء بن أبي رباح، ورواه عنه مجاهد بن جبر وابن باباه وغيرهم يرون عنه ذلك أنه كان يفعل هذا الفعل، وهذا قرين على ذلك. ثم أيضا إن إمام أهل مكة وهو عطاء بن أبي رباح قد سئل عن ذلك كما جاء عند ابن جرير الطبري عن
عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح أنه سئل عنها فقال الحرم كله قبلة. بل جاء عنه من وجه آخر كما جاء عند الأزرقي أن عطاء بن أبي رباح قال في الحرم قال المسجد الحرام هو الحرم كله، يعني المراد بذلك هو الحدود. هذا هو ظاهر أيضا حتى القرآن، فإن القرآن إذا أطلق كلمة المسجد الحرام فالمراد بذلك هي حدود الحرم، ويدل على ذلك جملة من الأدلة. فإن الله عز وجل حينما قال إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، أن المراد بذلك هو حدود الحرم كاملة. ثم أيضا حرم وإخراج أهله منه أكبر، فإنهم أخرجوا النبي من مكة ما أرادوا المسجد في ذاته، لأنهم لو أخرجوه من ذات المسجد لبقي في أحياء مكة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أخرج جميعا. ويدل على ذلك أيضا ويؤكده قول الله جل وعلا إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام. الذين عاهدتم عند المسجد الحرام يعني صلح الحديبية، إشارة إلى أن عند لم يكن في المسجد الحرام كما في بعض التعابير الواردة في كلام الله عز وجل، وإنما جاء بالعندية هنا بكلمة عند ليدل أن المراد بذلك هو في موضع بين الحل والحرم، وذلك في الحديبية، فإن الحديبية على شطرين، شطر في الحل وشطر في الحرم، ولهذا نقول إن الحرم بذلك هو هذا الحدود. أما ما يذكره البعض فيما جاء في حديث عبد الله بن عباس في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة في مسجدي خير من 1000 صلاة إلا في مسجد الكعبة. قالوا فهذا دليل على أنه أراد الكعبة. نقول أراد بذلك التعريف، فإن البعيد يعرف بالمسجد بالنسبة إلى الكعبة وما أراد بذلك التقييد. وهذا يدل عليه قول الله جل وعلا هديا بالغ الكعبة، لأنه لا يذبح عند الكعبة في الهدي، فيؤتى عندها في المطاف فيذبح، والمراد بذلك هو في الحرم. كذلك أيضا في قول الله جل وعلا في جملة من النصوص في ذكر المسجد الحرام التقييدات كلها تدل على أن المراد بذلك هو المسجد الحرام، وهذا هو الأظهر والذي عليه جمهور العلماء، إلا أنه محل اتفاق أن الصلاة عند الكعبة هي من جهة التعظيم هي أعظم من غيرها، أما التضعيف فيشترك في ذلك والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخ وجزاكم خيرا. مشاهدي الكرام بنهاية هذه الإجابة تنتهي هذه الحلقة. شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي وبارك في علمه وعمله. شكر الله لكم الشيخ. شكر الله لكم مشاهدي الكرام. وشكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام. امتد الشكر للزملاء. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.